السلام عليكم، ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعي يكون اعاده تدوير لعلبه السمنه دي اللي هي الكبيره دي. بس قبل ما ابتدي، لو مش مشتركه في القناه يا ريت تنوريني وتشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وما تنسيش طبعا لو عجبك الفيديو تدوس عليه لايك. احنا هنعيد تدوير علبه السمنه دي. هنعملها زي منظم. بس هنعملها منظم ازاي؟ هقول لكم. هنغير شكلها تماما، يعني مش هتبقى باينه اصلا ان هي علبه سمنه. اول حاجه لازم ابتدي بيها. شايفين الاطراف اللي جوه دي طبعا بارزه لبره. هنجيب معانا الزراديه ونبتدي نتك عليها كده. اي حاجه بتشتغلي فيها تكون ليها سن زي ده. علب سمنه صغيره، علب صلصه، علب تونه، اي علب زي دي يستحسن ان انتي تزقي الاطراف دي لجوه طبعا، علشان بس ما يحصلش اي مشاكل لا قدر الله، ولا يحصل اي يعني تعوير او كده. بطريقه بسيطه خالص بتتكي عليها اهو. انا بمشي ايدي عليها، ما فيهاش اي مشكله. دلوقتي هبتدي ان انا ادهنها من بره باللون الابيض. انا معايا هنا لاكيه ابيض، اللاكيه بنخففه بشويه نفط. طبعا انا جايباه ابيض. وبعد كده هنبتدي ان احنا ندهن كويس من بره. هنحط ممكن لو حسيتي ان الكتابه لسه باينه شويه ممكن تديها اكتر من طبقه، يعني طبقتين. وهنسيبها كمان تنشف كويس جدا في البلكونه، لانه بتبقى ريحته يعني نفاذه شويه، فسيبيه في مكان مفتوح ينشف كويس. بعد ما العلبة بتاعتي نشفت من بره باللون الابيض، عملت شوية كده في علبة صغيرة شوية لاكيه ابيض عليهم لون احمر، وقلبتهم كويس. وابتديت ان انا ادهنها من جوه باللون البينك كده، لاني حطيت نقطتين بس من اللون الاحمر فاداني اللون البينك ده. وابتديت ان انا الونها. طبعا تقدري تغيري براحتك في الالوان غير البينك، يعني تعملي الالوان اللي تريحك. بتحطي نقطة واحدة منها صغيرة على اللون الابيض، بيديك الدرجة اللي انت عايزاها. دلوقتي علبة السمنة كده معايا نشفت طبعا من جوه ومن بره. هبتدي ان انا ازينها. معايا هنا ورنيش مائي في العلبة دي GLC، ومعايا كمان مناديل. عارفين مناديل بتاعة اعياد الميلاد او مناديل السفرة. تجيبي طبعا الشكل اللي انت عايزاه. مناديل اعياد الميلاد بيبقى عليها رسومات ممكن اطفال او كده، مناديل السفرة بيبقى عليها رسومات زي دي. دي كنت جايباها، ممكن تلاقيها يعني في محلات بتاعة الادوات المنزلية. دول الرسمة دي يعني كنت شاريها من ايكيا. طبعا بنحط الاول الورنيش المائي طبقة خفيفة كده من تحت. زي ما انتوا شفتوا معايا انا بفك المنديل خالص، ما بيبقاش منه غير الرسمة بس. يعني هو بيبقى 3 طبقات. بيبقى بنشيل الطبقتين البيض اللي ورا، وبنسيب الطبقة اللي هي عليها الرسمة دي. بتبقى طبعا طبقة خفيفة جدا جدا، فتاخدي بالك وانتي شغاله عشان ما تتقطعش منك. بالراحه جدا عليها. طبعا بنحط شويه ورنيش مائي الاول، وبعد كده بنبتدي ان احنا نلزق المنديل بتاعنا. انا هنا كان المنديل خلص معايا فوصلته بحته تانية. زي ما انتم شايفين كده كل اللي على الاطراف ده هنظبطه دلوقتي، وهنقصه وهنشيله هنظبطه يعني بحيث ان هو ميبقاش باين خالص. هشيل الزياده كده معايا. الطريقة اللي انا بستخدمها دي اسمها طريقة الديكوباج. تقدري تعمليها في اي حاجة، في علب، في حتى كراتين، في اي حاجة يعني تقدري تزيني بيها اي حاجة. طبعا بعد ما بخلص كده بحط ورنيش مائي من فوق برضو عشان خاطر الرسمة تبقى ثابتة معايا كويس جدا. هتبقى كأنها اساسا من العلبة، يعني مش هتتفك خالص ولا هتتشال. من الاطراف بقى ببتدي ان انا احط شوية ورنيش. هتبصي تلاقي المنديل بيبوش معاكي او بيطرى جدا. تقدري ان انتي بايدك كده تفككيه وتشديه كده بالراحه، بس برضو بالراحه زي ما بقولكوا عشان خاطر ما يتقطعش وما يجرش كده ويخش جوه على الرسمه نفسها على العلبه. هتبتدي ان انتي تشيلي الحاجات الاطراف اللي موجوده الزياده. وكمان من جوه هعمل نفس الطريقه. بمشي الفرشه على الطرف بتاع المنديل، هتبصي تلاقيه دخل لجوه وباش، وبعدين هبتدي تشديه هتلاقيه بيطلع معاكي بسهوله جدا بالطريقه دي كده. اما الزياده دي همشي عليها برضو بالفرشه بحيث ان هي تدخل لجوه. وبعد ما اخلص خالص هبتدي ان انا اخد طبقة بقى سميكة مش خفيفة. هاخد شوية كده كتير من الورنيش، علشان خاطر يبقى اساسا الورنيش ده بيبقى طبقة عازلة من المية. يعني تقدري العلبة دي تغسليها طبعا من جوه ومن بره عادي جدا. زي ما انتوا عارفين برضو اللاكيه بيتغسل عادي جدا. فطبقة الورنيش زي ما بقولكوا بتدي طبقة حماية. اول ما تنشف هتبقى طبقة شفافة، مش هتبقى باينة خالص. الرسمة بتاعتنا هي اللي هتبقى باينة بس.
ده كده شكل العلبه بتاعتي بعد ما نشفت. هنسيبها تنشف كويس جدا براحتها لحد ما تلاقوا الورنيش بقى شفاف كده، يعني الرسمه بس بقت باينه وما بقاش مشيتي ايدك عليه ما بقاش بيطلع معاكي ولا حاجه. هبتدي دلوقتي ان انا اجيب كرتونتين نفس المقاس بالظبط، المهم ان هم يدخلوا جوه العلبه يكونوا مستريحين ومش واسعين ولا ضيقين. وبعدين انا معايا هنا الستيكر اللي هو بتاع مش بتاع رخامه، لا اللي احنا بنزين بيه يعني اي حاجه ممكن نغلفها، بيكون خفيف شويه، تقريبا بيبقى المتر منه ب5 جنيه، مش غالي خالص. هغلف القطعه الكرتون بتاعتي. ممكن برضو تعمليها بنفس طريقه الديكوباج زي ما قلت لكم، برضو بالمناديل، ويبقى كله شكل واحد، واخدين نفس الرسمه عشان يبقوا لايقين مع بعضيهم. هبتدي ان انا اغلف القطعتين الكرتون اللي معايا بالطريقه دي كده من ناحيتين طبعا. دلوقتي بعد ما غلفت الكرتون بتاعي زي ما انتوا شفتوا كده معايا، هبتدي اخد كل واحده فيهم وهبتدي اقصها بالمقص، بس مش لحد الاخر، من النص كده يعني لحد تقريبا 3/4 او لحد نصها. وهبتدي من نفس الفتحه اللي انا فتحتها في الاتنين هدخلهم في بعض بحيث يبقوا عاملين 4/4، وهدخلهم جوه علبة السمنة بتاعتي. هتبقى علبة السمنة متقسمة كده 4 أجزاء، تقدري تحطي فيها أي حاجة انت عايزاها. بس طبعا هنبتدي برضو نكمل ان احنا نزينها. انا هجيب معايا شريط جوبير او ممكن دانتيل او اي حاجة، هلزق الشريط ده كده بلزق دبل فيس. بصراحة ممكن تلزقيه عادي باللي هو مسدس الشمع، بس كان الشمع عندي خلصان فاتصرفت يعني. هنحط حتة كده من ورا وهنبتدي ان احنا نلزق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنزينها بقى زي ما انت عايزة. حطيت عليها فيونكة، وده كده هيبقى الشكل النهائي لعلبة السمنة بتاعتنا بعد ما قسمناها. نبتدي بقى ان احنا نستخدمها في 100,000 استخدام، يعني انا هوريكم كده كام استخدام ليها. ممكن تخليها منظم للريموتات بتاعة التلفزيون، سماعات، ممكن كمان على التسريح هتحطي فيها الادوات بتاعتك، مثلا كريمات، لوشنات، اي حاجة يعني، او حتى منظفات تكون في الحمام، لان احنا قسمناها 4/4 هتشيل معانا حاجات كتير جدا. تقدري تعملي كمان منها 2 3 بقى، انت جمعي علبة السمنة وابتدي اعمليها، ومش هتبان خالص ان هي اساسا علبة سمنة. شكلها حلو وشكلها شيك وشكلها يعني ظبطناها كده وخلينا شكلها حلو. كمان ممكن نستخدمها كمنظم للمعالق، مثلا السباتيولات بتاعتنا اللي في المطبخ، او تعمليها للشوك والمعالق والحاجات دي. انا عن نفسي هستخدمها منظم للشوك وللسكاكين وللمعالق، يعني قلت لكم ليها كده استخدام كده زي ما انتم شايفين معايا. كمان ممكن تستخدميها استخدام ظريف جدا في الدولاب كمنظم للشرابات مثلا، او كمان ممكن منظم للملابس الداخلية، برضو هيبقى حلو جدا وظريف. وده كده استخدام تاني ليها، لميت فيها كل الامشاط والفرش بتاعت الشعر، وكمان كريمات الشعر والتوك. هتلملك حاجات كتير جدا لو استخدمتيها على التسريحة زي ما انتوا شايفين كده معايا. ليها 100,000 استخدام زي ما بقولكم. برضو ممكن نستخدمها في استخدام تاني. انا هنا جبت البندانات بتاعتي كلها، حاولت المها او افردها كده قدامي والفها على شكل رول، وطبقتهم وحطيتهم جوه العلبة. برضو رميت لي كل البندانات اللي كانت عندي بالطريقة دي كده. انا كده تقريبا قلت لكم كده استخدام ليها، استخدامات كتير جدا تقدري تستخدميها زي ما انت عايزه، انا استخدام اللي يريحك. وكده خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تقولي رايكم ايه في الكومنتات، وكمان اعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وقولوا لي هتعملوا انهي يعني هتستخدموها في انهي استخدام. ما تنسوش بقى لايك على الفيديو، كمان اشتركوا في القناه لو اول مره تشوفيني، فعلي الجرس كمان عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وفكره جديده قريب جدا. مع السلامه.